تعال نبص معانا على التاسك رقم 5. قال لك write a Dart program to find all prime numbers between given interval. يعني هو عايز يعرف كل البرايم نمبر ما بين رقمين. يعني مثلا لو اداني رقم 1 و100 فانا عايز اعرف كل الاعداد الاوليه اللي موجوده ما بينهم. هو برايم يعني اولي. طب تعالى نعرف يعني ايه برايم نمبر. نروح على الفيجوال ستوديو كده. برايم نمبر يا عمي هو كل رقم ينفع يتقسم على نفسه وعلى الواحد بس يطلع لي عدد صحيح. غير كده لو قسمته على اي عدد تاني هيطلع لي عدد فيه كسر. يعني مثلا 11 ده برايم نمبر، لو قسمته على ال 11 اكيد هيطلع لي عدد صحيح. بس مثلا لو قسمته على اي رقم 5 مثلا هيطلع لي عدد فيه كسر، فده البرايم نمبر. غير كده بقى الاعداد اللي هي ينفع تتقسم على اي عدد تاني غير الواحد وعلى نفسها يبقى دي مش برايم نمبر. جميل، يبقى انت كده عرفت يعني ايه برايم نمبر. نروح بقى للسودو كود بتاعنا. انا عامل سودو كود كده بسيط للبرايم نمبرز. قال لك اول حاجه يا عمي هتلوب اوفر انترفال. طب انترفال ده بيتكون من رقمين اللي هو اللوب بين اتنين. هنعمل انت ستارت الرقم اللي هنبتدي منه ايكوال 1 مثلا، وانت اند ايكوال 100 مثلا. بعد كده هنقول لا هو قال لنا لوب فمحتاجين فور لوب، يبقى فور انت اي ايكوال ستارت، هنبتدي من اول الستارت بتاعنا. وبعد كده اي اصغر من او يساوي الاند، مفهومه دي وجميل، واي بلس بلس. جميل. بعد كده هنلاقي في الستيب 2 هيقول لك make if statement if the function return true so this is a prime. يعني مثلا هنعمل if وتعالى نأسيوم او يعني نقول ان احنا الفانكشن بتاعتنا كان اسمها is prime مثلا. جميل. واس برايم دي هندي لها اي اللي هو العدد. لو كانت اس برايم دي رجعت لي ترو، هنا كده رجعت لي ترو، كان هنا كده المكان ده ترو، يبقى هو كده هيخش على السطر اللي بعديه اللي هو كان هيبرنت الايه، مثلا نقول له ايه I is a prime number. تعالى بقى نعمل الفانكشن. جميل. قلنا الفانكشن هنا احنا قلنا هنسميها is prime، والفانكشن احنا قلنا هنا ممكن تريترن، احنا عايزينها تريترن ترو عشان يبقى برايم. يبقى الفانكشن هتبقى النوع بتاعها بولين او ريترن تايب بتاعها بولين ترو اور فولس. جميل. واسمها is prime. جميل. وبتاخد مني 1 input وهسميه num 1 argument. اسف 1 argument. نيجي تحت بقى هنقول لك هنا ايه check if the number is smaller than or equal 1. ليه بقى؟ لان لو النمبر كان smaller than 1 يكون 0 مثلا، فاي رقم هنقسمه على الزيرو هيديني ايرور، مش هيديني باقي اسمه حاجه، فده غلط. طب ولو نقسمه على النيجاتيف، يعني مثلا لو عملنا 10 over نيجاتيف 1 هيديني نيجاتيف، فمش صح. جميل. فلازم نتأكد. هنقول if لو كان النم أصغر من أو يساوي 1 هنريترن على طول false، ده مش برايم. نروح بعد كده للستيب اللي بعديها. قال لك check if the number smaller than 1 or equal. نروح بعد كده للستيب اللي بعديها. قال لك loop over the number itself. فانا المفروض الوب يبقى اكيد اعمل for loop. هلوب على الرقم ذات نفسه. ازاي بقى؟ يعني دلوقتي هعمل انت الاول ايه انت i equal 2. ليه مش 1 وليه مش 0؟ لان احنا دلوقتي هنحتاجها تحت. هقول لك هنعمل ايه، هتفهم تحت. وبعد كده هنا هنعمل مثلا i اصغر من او تساوي num minus 1، وهقول لك ليه تحت، ليه خليناها minus 1 كده. i بلس بلس. جميل. بعد كده قال لك هنا يعمل ايه تشيك. هتفضل تلوب لغايه اما تشيك برايم اور نوت. طب انا ازاي اعرف ان هي برايم ولا لا؟ احنا اتفقنا ان
هنتشيك الاول بالاف ستيتمنت. اف نم مودولس، اف نم مودولس الاي ايكوال 0، فده كده هنريتيرن فولس. ده كده مش برايم. ليه بقى؟ دلوقتي هنا انا قلت هنا ان الرقم علشان يكون برايم لازم ما يقبلش القسمه او ما يدينيش عدد صحيح غير لو قسمته على نفسه او على ال1. جميل. فعشان كده بدات هنا من الايه؟ من ال2 عشان اشيل الكيس بتاعه ال1 دي. وبرده بدات هنا من نم ماينس ايه؟ ماينس 1 عشان انا اشيل الكيس بتاعه نفسه، اشيل الكيس بتاعه ايه؟ العدد ذات نفسه. فانا كده نم ماينس 1 لو العدد 11، فانا كده شلت ال11 ونهيت عند ال10، وهنا دي شلت الواحد. جميل. فعشان كده عملت اللي هي فكره ماينس 1 وبدانا من ال2. نروح هنا للاف ستيتمنت. اف نم مود اي. دلوقتي مثلا اي بدانا ب2 والنم مثلا كان 3، ف3 باقي قسمه الاثنين هيتبقى 1، فالواحد دوت كده ال3 ديت هتكون برايم نمبر لان ما تبقالهاش باقي اسمه. هو برضو فكره الباقي اسمه ان مثلا ايه؟ لازم هيطلع فيه كسور. يعني مثلا 3 على الاثنين لو دي كانت مثلا ديفيجن مش مودولس، 3 على 2 هيطلع لي مثلا ممكن تكون 1.5، فال5 دي كده يعتبر ايه؟ باقي اسمه. ال0.5 دي باقي اسمه، فاي حاجه يطلع لها باقي اسمه تبقى كده دي برايم نمبر، يبقى الريتيرن ترو. ده بالنسبه للثلاثه. طب لو الرقم كان معايا مثلا 5، ف5 دي مثلا اعتبر ان النم ده ايكوال 5، ف5 مود الاثنين 5 على الاثنين هيديني 2.5. لو مثلا بدل المود دي ديفيجن هيديني 2.5 2.5 و 2.5. جميل. 2.5 دي فيها كسر. جميل. يبقى كده لسه احنا تحت البرايم نمبر. بعد كده نعمل بلس للاي، هنشوف 5 على 3 هتديني مثلا 1.5، يبقى كده 1.5 دي كده فيها كسر، يبقى احنا لسه في البرايم. الفور، طب احنا كده الفور زيها بالظبط هتديني عدد فيه كسر. طول ما انا عندي كسور يبقى انا في البرايم. اول ما الكسور ما تبقاش موجوده يبقى انا كده دخلت في الايه؟ في اللي مش برايم. هي دي البرايم نمبرز. بس خلاص كده التاسك خلص. لو عملنا مثلا هنا دخلنا عملنا ران للكود دارت مين دوت دارت، ممكن نضيق الموضوع شويه مثلا نخليه 10. هنلاقي ان هو قال لك ايه؟ الاثنين برايم نمبر، 3 برايم نمبر، 5 برايم نمبر. كده هو جاب لي كل البرايم نمبر. كده التاسك خلص. نروح على التاسك اللي بعده.